أهلا بيكم في قناة أصل الطبخة مع إيناس. يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض البتنجان المخلل. هنعمله بطريقتين، هنسلق نصه والنص التاني هنقليه عشان تشوفي الطريقة اللي تريحك وتعمليه بيها، وهنعمله بتتبيلة جميلة وإن شاء الله الفيديو يعجبك. ويلا بينا نشوفوا المقادير بتاعتنا. معانا كيلو من المخلل. هاخد نصه أسلقه، والنص التاني هبتدي إن أنا أحمره. ومعانا كمية كبيرة من الثوم وكزبرة خضراء، ومعانا فلفل أخضر وفلفل حامي، ومعايا ليمونتين والتوابل بتاعتي عبارة عن كمون وجنزبيل وملح وشطة. هكون بقى محضرة حلة فيها مية على النار، وهاخد نص كيلو من البتنجان وأسلقه. وبعد كده النص التاني أكون محضرة الزيت يسخن على النار، وهبتدي ان انا اقلي البتنجان معايا. بعد كده هكون محضرة الكبة بتاعتي، وهاخد كمية الثوم بالفلفل الحامي والفلفل الاخضر والليمون. الليمون هضربه زي ما هو كده معاها، وبحط التوابل بتاعتي. وما تنسيش وانت بتتفرجي على الفيديو، ما تنسيش لو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي. هحط كل التوابل زي ما قلتلك وهضربها، وهحط معاها الخل اللي انا هحطه. الكمية بتاعتي دي كوباية صغيرة انا مليتها من الخل وهحطها معاهم. هنعم بقى معايا الخلطة بتاعتي دي كويس قوي كده زي ما انتي شايفة. وبعد كده ابتدي ان انا احط لها الخضرة اللي هي الكزبرة، احطها معاها واقلب التتبيله بتاعتي تمام. وبرضو اظبط الملح بتاعها عشان لو لقيتها ان هي محتاجه ملح ممكن ان انا احط لها شويه ملح شويه شطه، ازود في الكمون. يعني انت لازم برضو تدوقي التتبيله. بعد ما بخرج البتنجان من الزيت والبتنجان التاني بصفيه من الميه، ببتدي ان انا ارش عليه شويه ملح بس كده علشان الطعم ما يبقاش معايا مسخ. وبعد كده ببتدي ان انا افتح بالبتنجان واحشيها بالتتبيله بتاعتي دي. هخلص كل الكميه معايا واحطها بعد كده في علبه، واعصر عليها ليمونه علشان تقعد معايا مده اطول. وبكده احنا خلصنا الفيديو معانا. واتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.